سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هاد المره جبت لكم الجديد في الطورطات الصغار او الميني طاخت بالفواكه المجففه اللي كيحماقوا عليها الكبار قبل من الصغار. كيتكالوا باردين مع شي عصير، وكتقدروا تعطيوها لوليداتكم في الكوتي ديال المدرسه بلا ما تبقاو تشريو لي بسكوي. بلا ما نطول عليكم اكثر، يلا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. في المقادير عندنا 3 تفاحات متوسطه الحجم، نصف زلافه من العنب المجفف، غنحتاجو الشريحة والمشمش المجفف، ملعقة كبيرة من السكر الخشن والزبدة باش نعسلو الحشوة. في المقادير ديال العجين المرمل غنحتاجو ربع الدقيق، 125 غرام من الزبدة، ملعقة كبيرة من السكر، زائد قبصة ملح وبيضة لجمع العجين. في إناء غناخدو الدقيق ونضيفو ليه السكر زائد قبصة ملح ونخلطو مزيان. عاد غنضيفو الزبدة ونبقاو نخلطو باطراف الاصابع حتى تنسجم لينا العناصر كامله. من بعد غادي نضيفو بيضه باش نجمعو العجين، ونخليوه يرتاح لمده ربع ساعه على الاقل، وندوزو نقطعو الفواكه باش ما نضيعوش الوقت. صافي العجين ارتاح، دابا غادي نرشو شويه الدقيق باش نبسطو العجين ونلفوه على المدلك، ونجيبو القوالب الصغار اللي غنستعملو نرشوهم بالقليل من الدقيق ونبسطو العجين فوق القوالب، ونضغطو على العجين باش يتشكل على حسب لي مول. على هذا الشكل. ونكملو حتى نحصلوا على 6 وحدات. ندخلوهم للفرن الساخن، وما نساوش نحطو فوق منهم اللوبيا باش نتقلوا عليهم وباش ما ينزلوش لينا الجوانب ديال الطورطات. والفرن يكون ساخن على درجه حراره 180 و20 دقيقه في التوقيت. بين ما يطيبوا لينا الطورطات غادي ناخذ واحد المقله باش نحضروا الحشوه. غادي نعسلوا التفاح مع الزبده والسكر ونحركوا مزيان. من بعد غادي نضيفوا العنب الجاف ونحركوا، ونزيدوا عليهم المشماش ونحركوا، وفي الاخير الشريحه. الطورطات خرجتهم والحشوه حتى هي. ونبداو نعمروا لي ميني طاخت ديالنا بوحده بوحده، وغادي نحصلوا عليهم في الاخير على هذا الشكل رائعين وكيشهيو. زينتهم من الفوق باللوز المهرمش، كيستحقوا التجربه. وكيف ما العاده ما تنسوش جيم والاشتراك الى باقي ما اشتركتوش، وشي تعليق زوين من عندكم حيت هذا الشيء كيفرحني. وشكرا على المتابعه، وبسلام عليكم.